ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده هنعمل اكله سريعه وجميله وكل الناس بتحبها، وبندفع مبلغ وقدره لما بنيجي نشتريها من اي مطعم. يلا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. ما شاء الله الستريبس لون وطعم وشكل تحفه. كل الكميه دي انا عملتها من نص صدر فرخه بس. هنا بقى هنقول المقادير. معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوبايه من النشا، وبعدين هنزل عليهم بالتوابل كل حاجة معلقة. ملح، فلفل اسود، زعتر، شطة، كركم، توم باودر، بصل باودر، بيكنج باودر، وبابريكا. وبعدين هنقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه، وبعدين هنقل نص الكمية كده في كيس هنستخدمها في المرحلة التانية. هنا بقى معايا كده كوباية مية، هنزل بالتدريج على نص الكمية. هقلب كده، عايزاها معايا تبقى شبه عجينة البانكيك. بصوا القوام هيبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله. وهنزل بقى على الخلطة الحلوة دي بقطع الستريبس ده طبعا انا نقع الصدر في مية وملح وخل وسكر لمدة نص ساعة، وبعدين غسلتها كويس وصفيتها، وبعدين قطعتها كده وحطيتها برضو في مصفى عشان تصفى خالص. وقلبت قطع الستريبس كده في الخلطة ودخلتها التلاجة كده حوالي نص ساعة. وبعدين بقى الكيس اللي احنا كنا ناقلين فيه نص الخلطة هنطلع كده قطع الستريبس عليه، وهنقفل الكيس كده بس يبقى فيه هوا ونرجه زي ما انتوا شايفين كده. تطلع معايا قطع الستريبس زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. بصوا بنفس التجعيدة ونفس كل حاجة. وبعدين هنحط حبة تاني، احنا بس بنبدر الاولانيين عشان ما يلزقوش في بعض. بالطريقة دي هيكون معايا بقى على النار زيت سخن، وهنزل بالستريبس بقى بتاعي احمره. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، هو ما بياخدش وقت خالص، اللهم بارك. وهتاخدوا بقى طعم وريحة احلى من المطاعم بكتير. وكفايه ان انت عاملاها بايدك الحلوه وعاملاها ببيتك وانت عارفه حاجتك وضامنه حاجتك. احنا ولا عارفين بره الزيت شكله ايه، ولا ده شكله ايه، ولا ده شكله ايه. فبسم الله ما شاء الله، كل حاجه انت بتشوفيها بره ممكن تعمليها في البيت وبأقل التكاليف، ومش هتكلفك حاجه خالص. هنا كده بصوا بقى اللون تحفه ما شاء الله. هتطلعيها وتصفيها بقى على مناديل المطبخ، او هتصفيها على في مصفى عادي زي ما تحبي. هي في كلا الحالتين ما بتبقاش شاربه زيت خالص. معايا هنا حلة على النار، هنزل فيها كده بربع كوباية من الزيت. اول ما الزيت يسخن معايا هكون مقطعة كده بصلتين حلوين مكعبات صغيرة، وهقلب البصل لحد ما تتحمر معايا. انا عايزاها تغمق اكتر من كده شوية عشان بتدي لون حلو اوي للمكرونة. وهنزل عليها بمعلقة صلصة كده وهقلب. وبعد كده هنزل عليها بنص كيلو طماطم كده مضروب في الخلاط. وهنزل بالتوابل عبارة عن ملح، شطة، فلفل اسود، كمون، بابريكا، ومعلقة كده من الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة بتدي طعم حلو قوي للمكرونة، بسم الله ما شاء الله. على فكرة انا كنت عاملة صلصة المكرونة قبل ما اعمل الستريبس، بس المقاطع اتلخبطت معايا، اعذروني بقى عشان ما حدش يقول ايه ده، دي عملت الستريبس الاول وبعدين عملت المكرونة. طبعا الستريبس برد، لا طبعا ده ما حصلش. وهنا صلصة المكرونة كانت اتسبكت، هنزل بقى عليها بالمكرونة. على فكرة المكرونة انا بخليها 3/4 سوا عشان بكمل سواها مع الصلصة. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله اللون جميل ازاي، تحفة اللهم بارك، والطعم خرافة. هقلب المكرونة كويس كده مع الصلصة عشان تاخد كل الصوص بتاع الصلصة وتديني اللون الحلو ده. وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير عشان الكل يستفاد، وياريت تقولي رأيكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.